السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، عباد الله، إن لله في خلقه شؤون، خلق الدنيا وما فيها، وفضل بعض ما فيها على بعض تفضيلا، ففضل بشرا على بشر، وملكا على ملك، وأرضا على أرض، وزمان على زمان، ويوم على يوم، وفضل العابدين بعضهم على بعض، وأثنى على كثيرا منهم. قال في المتقين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأثنى على الصابرون فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأثنى على المحسنين فقال: وكذلك نجزي المحسنين. ثم أما بعد، عباد الله، الرحمن سبحانه جل في علاه له في خلقه شؤون، وله سنن ثابتة في كونه. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لعظم مقام تلك العبادة أوصى بها الرحمن سبحانه، وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وحال المرسلين مع أقوامهم كانوا ينصحون أقوامهم بتقوى الله. عباد الله، إن التقوى هي المؤنسة لنا من وحشة وظلمة القبور، وهي المنجية لنا من أهوال العذاب يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وصية وعظه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. لأن الإنسان إن لم يكن تقيا لله أهلك بأمر الله. سئل الإمام علي عن التقوى فقال: فأجاب قائلا: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد إلى يوم الرحيل. أن تخشى الله في كل الأوقات، وأن تسير على منهج سيدنا رسول الله، وأن ترضى بما قسمه الله لك من أمر المعيشة، وأن تستعد للموت كأن الموت آتيك لا محالة. ولما سئل ابن مسعود عن التقوى قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر به، وأن يذكر فلا ينسى. ده أحوال ومقام القلوب التي تتقي الرحمن حق تقواه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني لو ما فيش تقوى، إذن إسلامك به نقصان، ونسأل الله السلامة من الأمر.
التقوى عباد الله هي الوصية الربانية لأهل الأرض جميعا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي الوصية النبوية من سيد البشرية وخير البرية لما جاء إليه معاذ كما جاء في حديث الإمام مسلم أن معاذ جاء إلى النبي وقال: عظني يا رسول الله. فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. طب الوصية دي لمعاذ فقط عليه رضوان الله؟ الوصية دي للأمة جميعا وللبشرية جميعا، لأن في ترك تقوى الله فيها هلاك الأمة وهلاك الأفراد. وهي دعاء النبي: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والتقى أي تقوى الله ومخافته في كل وقت وحين، وهي خير زاد يتزود به المرء من أجل أن يلقى الرحمن. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولو الألباب أي أصحاب العقول. أين تلك العقول التي تركت مقام الرحمن وأعرضت عن أمره؟ وإن غابت العقول فأين القلوب التي جهلت المقام الرباني وسلكت طريق الشيطان الملعون؟ وصار الشيطان لها سيدا، وصارت الشهوات لها دليلا ومرجعا، فضل طريق الرحمن فابتلى الله القلوب بعبودية غيره. وصارت القلوب بدلا أن تكون عابدة لله، صارت القلوب بعد أن تعلقت بغير الله عابدة لغيره. وهي خير لباس يتزين به المرء في الدنيا وفي الآخرة. وهي وصية الأنبياء إلى أقوامهم، إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ لأن في ترك التقوى تدمير للمجتمعات والأفراد. عباد الله، إن التقوى سبيل للفوز بالجنان، وسبب من أسباب معية الرحمن ومحبته، سبب من أسباب معية الرحمن ومحبته والفوز بالجنان يوم القيامة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. والتقوى سبب من أسباب قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني لو عمل بسيط وعمل قليل، لكن المرجع والمؤكد أن العمل لم يفعل إلا ابتغاء وجه الله، وما فعل إلا لأن القلب يتقي الرحمن، تقبل الله العمل سبحانه ووسع فضله. طب لو في أعمال كثيرة والظاهر إن هي عظيمة لكن لم تفعل ابتغاء وجه الله، لم تقبل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني معية الرحمن ومحبته في تقوى القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهو ليس بحاجة إلى أن يدعو الرحمن، لكن ليرسخ النبي في القلوب أن القلوب إذا تركت تقوى الله هلكت. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها. والرحمن انتزع منه حظ الشيطان وطهر قلبه من الآثام وعصمه من الوقوع في معصيته. لكن النبي يدعو ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها.
وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فما بال القلوب أمثالنا، شهوة وفتنة وفرصة، إن تهيأوا وقعنا في المعصية. بلى، نحن من نسعى إلى تحقيق الأسباب من أجل الوقوع في معصية الله، لأن القلوب أعرضت عن أمر الله، والعقول ضلت كلام الرحمن سبحانه، فلم يعد قلب يشعر بعظم المقام الرباني، ولا عقل يدرك مع من يتعامل. ما هو إن غاب العقل لابد للقلب أن يشعر، وإن غاب القلب فلا بد للعقل أن يدرك. لكن إذا طمس الشيطان على القلوب وأعمى العيون صار الإنسان، عافانا وعافاكم الله، هم كالأنعام بل أضل سبيل. ما هو إنسان مش عايش على أمر مولاه، يبقى ونسأل الله العفو والعافية، ممكن يكون عافانا وعافاكم الله البهائم أفضل منه، لأنها تذكر الله ولا تسير في معصية الله. النهاردة في بشر بيبرزوا الرحمن بالمعصية جهارا نهارا من غير خوف ومن غير تأدب مع الله. ومش كده بس، ده يعلمون يقينا أن العذاب آتيهم لا محالة ولا يرجعون أبدا. طب فين عقولهم؟ فين قلوبهم؟ ألم يروا أهوال الدنيا؟ ألم يسمعوا عن أهوال يوم القيامة؟ احنا مش حمل تقليبة واحدة في النار، ولا حتى زهد النار يصل إلى أعيننا. طب ما خفتش من النار؟ طب ما تذكرتش نعم الرحمن؟ بتبص بس للي ناقصك، ما بتبصش للي عندك. دايما تبص لنص الكوبايه الفاضي، ما تبصش للمليان. دايما بتبص في الاموال وما بتبصش في العبادات. ده فلان سبقني في الاموال عايز احصله. طب والناس اللي سبقتنا في العباده، الناس اللي محافظه على الصلوات ومحافظه على العبادات، اصحاب القلوب التقيه النقيه اللي ما فيش فيها ولا باغي ولا اسم ولا عدوان، اين نحن منهم؟ ونكمل بعد جلسه الاستراحه، واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي سئل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ إيه أكتر حاجة بتدخل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يعني بدأ بتقوى الله ثم حسن الخلق. مش هتلاقي شخص عنده حسن أخلاق إلا إذا كان تقيا لله. طب فتن الدنيا كثير والشيطان ينصب المكائد، كيف تكون تقيا؟ رشدت من عدة أمور. أول أمر أن تحب الله أكثر من كل شيء، يعني ولا المال ولا الولد ولا الزوجة ولا أي شيء يبقى محطوط مع ربنا. أن تحب الله أكثر من أي شيء.
تاني نقطة ودي عظيمة جدا، أن تعلم جيدا أن الله ناظرك ومطلع عليك في كل وقت وحين. البصري قال ايه لما سئل؟ قال: وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به أحد غيري فأسرعت العمل به وحدي. وثالث نقطة فيها الحكاية كلها: وعلمت أن الله ناظري فاستحييت أن يراني وأنا أبارزه بالمعاصي. خايف ربنا يشوفه يلاقيه على معصية. يبقى أول نقطة أن تحب الله أكثر من أي شيء. تاني نقطة أن تعلم أن الله ناظرك في كل وقت وحين. تالت نقطة أن تتعلم كيف تقاوم هواك، مش أول ما نفسك تراودك على المعصية يلا معاها، يلا ناكل حرام وماله، يلا نبص بصة تغضب الرحمن أهلا وسهلا، احنا قاعدين أصلا بنخطط لها. يبقى أن تتعلم كيف تقاوم هواك. رابع نقطة ودي مهمة جدا: أن تعلم أن الشيطان يدبر وينصب المكائد. يعني لو معرفش يجيبك من باب المعصية يجيبك من باب الطاعة، وياخدك من باب الطاعة يوقعك في المعصية. هو في كده؟ طبعا في كده. فتنتك ممكن تكون بدايتها أن تعجب بعملك. نقطة مهمة جدا: طاعة وراها طاعة بتمنع معصية، معصية وراها معصية بتوقف أبواب الطاعة. طب ومعصية وراها معصية ورحت الطاعة ما يبقاش في متعة في الطاعة. ما هو القلب نكت به نقطة سوداء، وصار الشيطان مقرب له عن الرحمن، فيقف يصلي مش مستمتع بصلاته، يعمل عمل خير هو عامله بس مش مستمتع بيه، لأنه لم يذق أبدا حلاوة الإيمان ولا حلاوة تقوى القلوب للرحمن. طب لما يعيش مع ربنا يوم واثنين وشهر وسنة وسنين يحصد المتع ويحصد الأجور، وله النجاة يوم القيامة، وله معية الرحمن في الدنيا والآخرة. طب التقوى من فضائلها العظيمة: ومن يتق الله يجعل له الرحمن سبحانه من أمره إيه؟ يسرا. يلاقي الأمور كلها متسهلة والأبواب كلها مفتحة. طب واللي يعرض عن أمر الله يجد الوحشة في القلوب والضيق وقلة الأرزاق ووهن في البدن وبغض في قلوب الخلائق. يعني من الآخر عايز تعيش جنة على الأرض لازم تكون عبد الرب الدنيا سبحانه. لما تخرج من مقام العبودية إلى مقام عبادة غير الله فاعلم أنك ستعيش الجحيم في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله أن يجعل قلوبنا تقية نقية. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر لنا كل أمر واصرف عنا كل سوء. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها أبواب الجنان وتغلق بها أبواب النيران، وتوفق بها قلوب المحبين إلى الخير، وتصرف بها شر كل من أراد شر، وتبطل بها سحر الساحرين ومكر الماكرين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أراد مصرا بسوء فاجعل سوءه عليه واجعل مكره عليه، واحفظ اللهم البلاد والعباد. صلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.